عملت حادثة في سنة 2022. الحادثة دي كانت انقلاب عربية. أنا اللي كنت سايقة، بعدين اتنقلت المستشفى وكان عظم الكاحل نفسه كان متفتت خالص. الحقيقة احنا وضحنا للمريضة ان احنا هنحاول نحافظ على المفصل بتاع الكاحل، وهنحاول نلم فتافيت العظام دي ونرجعها مكانها عشان نحاول نبني مفصل الكاحل تاني. عملت حادثة في سنة 2022. الحادثة دي كانت انقلاب عربية. أنا اللي كنت سايقة، بعدين اتنقلت المستشفى وكان عظم الكاحل نفسه كان متفتت خالص، وكان العظمة نفسها متشالة من مكانها ومكسورة، وكان في خلع كمان في المفصل. كان عندنا كسر وخلع في مفصل الكاحل، صح كده؟ كان كسر وخلع. وبعدين في المستشفى حضرتك قلت لي ان احنا هنحتاج بعد ما نعمل العملية دي، لان العظم متفتت اصلا، قلت لي هنجمعه كله مع بعضه، وبعد كده هنعمل عملية تانية تثبيت مفصل ان المفصل ما يتحركش تاني. وبعدين كنا بنعمل المتابعة بتاعتنا كل شهر تقريبا، ولغاية ما الحمد لله ما حصلش الخشونة دي. احنا رجعنا نمشي تقريبا بعد العملية بقد ايه؟ بتقريبا شهرين ونص. كويس. كنت بمشي مشي كامل يعني. قبل العلاج الطبيعي طبعا ما كنتش بدوس خالص. بس مع تاني جلسة في العلاج الطبيعي بدأت أحمل. بعد 6 شهور من العملية كنت الحمد لله بمشي كويس جدا، بتحرك كويس جدا، بلعب رياضة كمان، ما عنديش أي مشكلة خالص. أنا أصلا مدرسة، فبشتغل يعني معظم شغلي وأنا واقفة، وتنطيط كتير مع الأطفال وحركة كتير، فده ما كانش فيه أي مشكلة خالص معايا، لدرجة إنه أصلا ما كانش باين حتى إن أنا عملت عملية قبل كده ولا عملت حادثة ولا أي حاجة. الناس بس هم اللي كانوا عارفين إن أنا عملت عملية، لكن غير كده لا، يعني ما كانش حد بيلاحظ ده خالص. ما شاء الله، الحمد لله. في النهاية خالص أنا حابة أشكر حضرتك جدا، إنه أنا كنت قلقانة جدا من العملية، وكنت قلقانة جدا إن المفصل يتثبت وما يتحركش تاني، ده كان هيبقى مشكلة كبيرة قوي معايا. بس الحمد لله بفضل ربنا وطبعا ثم مجهود حضرتك الموضوع ما حصلش فيه كده خالص، ما احتاجناش خالص تثبيت المفصل. شكرا كمان انك كنت بتتابع معايا وكنت بتطمني ان احنا حتى لما جينا ندخل عملية تانية ان احنا نفك المسامير، كنت قلقانة جدا قبلها، بس الحمد لله كنت بتطمني جدا. شكرا كمان لسعة صدرك، لان انا حد اسئلتي كتير. ألف سلامة عليك يا صفية. الله يسلمك حضرتك. الحمد لله ربنا كريم، يعني الحمد لله ان الامور عدت على خير. الحمد لله. شكرا. الحقيقة احنا وضحنا للمريضة ان احنا هنحاول نحافظ على المفصل بتاع الكاحل، وهنحاول نلم فتافيت العظام دي ونرجعها مكانها عشان نحاول نبني مفصل الكاحل تاني، علشان ما نعملش تثبيت لمفصل الكاحل بعد كده. ولكن الحمد لله ما حصلش خشونة في المفصل، والمفصل رجع يتحرك زي الأول، لدرجة إن ما فيش أي حد بيلاحظ على المريضة على حسب كلامها إن هي عملت أي عمليات لها قبل كده.